حق معرض خارج النص، الرواية اللي صراحة حبيت أني أشيد الضوء عليها هي رواية الشيخة صبحة. عنوان الرواية هو عقد اللؤلؤ. ففي الرواية ممكن أقول أنها تعكس شو اللي استلهمته، سواء كانت من المقتنيات الخاصة بالشيخة صبحة. ولكن جمال الرواية أني حاولت أجسد شبلة، هي شخصية أنا أرسمها دائما، بأنها تأخذ هذه الروح في الرواية وتكون هي وسط العمل الفني. أبى أشكر السيدة أسماء صديق على هذه الدعوة الكريمة، بأنها طرحت لنا هذه المنصة الجميلة وهي منصة الملتقى. وطبعا بعد مرور 30 عام من هذه الإنجازات الجميلة، يسعدني جدا ويشرفني أني أكون من هذا المعرض الفني، وأتمنى التوفيق لجميع الفنانين المشاركين أيضا من زملائي. وإن شاء الله أن الله يقدرنا على أن دائما نكون على محفل الإلهام وعلى محفل الإبداع بإذن الله.